عندك مثلا برضو غادة عادل، خالتها اخت والدتها على طول تبقى شمس البارودي. طيب وكمان ريم البارودي، شمس البارودي بالنسبه لها تبقى بنت عم ابوها. يعني ريم البارودي ده الكلام ده يعني هما اللي قالوه شخصيا في البرامج، يعني مش منقول من حاجه، لا فيديو. وشمس البارودي ولادها حسن، وابن شمس البارودي عمر، الممثل عمر طبعا ادي صلة قرابة تانية، وحسن يوسف طبعا جوزها. وبالمناسبة هنا في تفصيلة يعني شمس البارودي نفسها وضحتها، قالت ان هي مثلا مش قريبة غادة عادل. يعني غادة عادل قالت ان هي اخت والدتي، هي اخت والدتها من ناحية الاب، ده لا. وهي وهي فعلا اخت والدتها لكن من ناحية الام. ليه بقى؟ شوف القصة دي. والدة شمس البارودي زي ما قلنا في حلقة السيرة الذاتية بتاعتها، والدتها سورية لكنها من اصول تركية. طبعا هي قالت ايه؟ ان ليها اصول تركية واصول سورية شمس البارودي، فبالتالي هم 7 اخوات. فهي من الجهة اللي مش من ناحية سوريا بقى، لان والدتها فهمت الكعبلة دي. وشمس البارودي برضو وضحت الموضوع اللي قالته ريم البارودي. يعني ريم البارودي قالت بشكل صريح بنت عم ابويا، وغادة عادل قالت خالتي تبقى خالتي. فشمس البارودي وضحت خالتها لان ليها اخت بس من ناحية الام، بس الاخت دي في الاخر تعتبر خالتها برضو، بس هي ايه وضحت اكتر يعني. اما صلة القرابة بقى اللي ردت عليها شمس البارودي قالت ايه بالنسبة لريم البارودي؟ قالت دي مش بنت اخويا لكنها بنت ابن عمي.